مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي يقدم فيلما وثائقيا عن الفنان القدير محمد التاجي. عالم الفن هناك فنانون يمرون عبر الزمن، وهناك فنانون يتركون أثرا يبقى في الذاكرة مهما تعاقبت السنوات. فنانون صنعوا مكانتهم بالموهبة وحافظوا عليها بالاجتهاد والصدق والإخلاص لفنهم، واليوم نحتفي بأحد أصحاب المسيرة الطويلة والعطاء الممتد، فنان استطاع أن يترك بصمته في الدراما والسينما والمسرح المصري، وأن يحظى بمحبة الجمهور واحترام زملائه على مدار عقود. إنه الفنان القدير محمد التاجي. ولد الفنان محمد التاجي في القاهرة، ونشأ داخل أسرة فنية عريقة، فهو حفيد الفنان الكبير عبد الوارث عسر، أحد رواد الفن المصري وأبرز رموزه الخالدة. ورغم انتمائه إلى هذه العائلة الفنية الكبيرة، اختار أن يشق طريقه بنفسه، فاعتمد على موهبته واجتهاده حتى أصبح واحدا من أهم الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية المصرية بأعمالهم المتنوعة. درس محمد التاجي بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، وخلال سنوات الدراسة بدأت ملامح موهبته الفنية في الظهور من خلال المسرح الجامعي، لتبدأ بعدها رحلة فنية امتدت لما يقرب من 5 عقود من العطاء والإبداع. كانت خشبة المسرح هي نقطة الانطلاق الأولى، حيث شارك في عدد من الأعمال المسرحية المهمة، وكان من أبرزها المسرحية الشهيرة المتزوجون، التي شكلت محطة بارزة في بداياته الفنية. ومع مرور السنوات أصبح محمد التاجي وجها مألوفا ومحبوبا لدى الجمهور، وشارك في أكثر من 140 عملا فنيا بين المسرح والسينما والتلفزيون، مقدما عشرات الشخصيات التي تنوعت بين الدراما والتاريخ والكوميديا والتراجيديا. وفي الدراما التلفزيونية تألق الفنان محمد التاجي في العديد من الأعمال الناجحة التي تركت أثرا كبيرا في وجدان المشاهد العربي، ومن أبرزها هو وهي البشاير، بوابة الحلواني الزيني، بركات، لا حدائق الشيطان، أبو ضحكة، جنان، أبو هيبة في جبل الحلال، ولاد 9، يونس، ولد فضة الحصان الأسود، فلانتينو، لعبة نيوتن، الشقة، 6، فاتن أمل حربي، ملف سري، ملوك الجدعنة، الأجهر، العتاولة، جودر، وغيرها من الأعمال التي أثبت من خلالها قدرته على تقديم الشخصيات المختلفة بإتقان وحضور مميز. أما على شاشة السينما فقد شارك في عدد كبير من الأفلام المهمة، من أبرزها الراقصة والسياسي، سواق الهانم، آخر الرجال المحترمين، المطارد، ديل، السمكة، عفريت النهار، الجزيرة، 2، وغيرها من الأعمال التي أكدت مكانته كفنان قادر على التنوع والإبداع في مختلف الأدوار. وفي السنوات الأخيرة واصل الفنان محمد التاجي حضوره القوي، فشارك في أعمال حققت نجاحا واسعا ونالت إعجاب الجمهور، وكان من أبرزها ملوك الجدعنة، حيث قدم شخصية السيد حرفوش التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور. كما تألق في مسلسل العتاولة مقدما أداء مميزا أكد من جديد أن الفنان الحقيقي لا يعرف حدودا للعطاء، وأن الموهبة الصادقة قادرة على الاستمرار والتألق عبر الأجيال. وعلى مدار ما يقرب من 5 عقود ظل الفنان محمد التاجي مثالا للفنان الحقيقي الذي آمن برسالة الفن، فبادلته محبة الجمهور واحترام زملائه. قدم عشرات الشخصيات التي تنوعت بين القوة والإنسانية، بين البساطة والعمق، فترك في كل عمل بصمة خاصة لا تنسى، وأضاف إلى الدراما والسينما والمسرح المصري صفحات مضيئة من الإبداع والعطاء. واليوم لا نكرم مجرد فنان، بل نكرم رحلة من الاجتهاد والالتزام والتميز، ونحتفي بمسيرة فنية أثرت وجدان أجيال كاملة، وستظل مصدر فخر وإلهام لسنوات طويلة قادمة. السيدات والسادة، برجاء استقبال الفنان القدير محمد التاجي